السلام عليكم. تخيل تلاقي مخرج مشهور مقتول ومربوط ومفيش أي حد يعرف مين اللي قتله. مشهد مرعب بجد وجريمة حقيقية لحد النهاردة ملهاش حل، والضحية شيخ المخرجين نيازي مصطفى، واللي اسمه كان علامة في تاريخ السينما المصرية. في فيديو النهاردة هنتعرف على ايه اللي حصل في قضية قتل نيازي مصطفى، وهل اتعذب قبل ما يموت، وأخوه جلال مصطفى وغلطته اللي كانت سبب في إنهم ما يعرفوش مين القاتل الحقيقي. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. أنا رانيا ماضي ودي حكايتنا الجديدة على قناة حكايات براند. لو بتخاف فكر قبل ما تكمل. المخرج نيازي مصطفى اتولد في محافظة أسيوط في 11 نوفمبر سنة 1911 لأب سوداني وأم تركية، وكان ذكي جدا ومجتهد في دراسته. ولما اتخرج من المرحلة الثانوية قرر إنه ياخد شهادته الجامعية من ألمانيا ودرس هناك في معهد السينما. ولما رجع مصر سنة 1933 بدأ يشتغل مونتير في استوديو مصر، وبدأ يتطور في شغله شوية بشوية،